السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء طلبة الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنحل عدد من الأسئلة الإخطر والأكمل بالنظام الحديث، وردت في امتحانات المحافظات زي ما انتوا شايفين. فتابع معايا لنهاية الفيديو علشان تستفيد، وإن شاء الله تجيب الدرجة النهائية، وهي مسائل متفوقين كمان. أكمل ما يأتي: ربع العدد 2 أس 6 يساوي نقط. طبعا دي وردت في محافظة سوهاج 2019 زي ما انتوا شايفين، مش هنقولها كل مرة. ربع العدد يبقى معناها العدد مقسوم على 4، خمس العدد يبقى مقسوم على 5. طيب 2 أس 6 مقسومة على 4، لازم هنا الأساسات تبقى زي بعض. يبقى الأربعة دي هنحولها تبقى 2 أس 2، يبقى 2 أس 6 على 2 أس 2. اسمة الأساسات المتشابهة طرح الأسس، هناخد أساس ونطرح الأسس. 2 من 6 يديني 4، يبقى تساوي 2 أس 4، لما اضربها في بعضها تديني كام؟ 16. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، اللي هو ورد في القاهرة 2017: إذا كان س على 2 تساوي 5 فإن س تربيع تساوي. طبعا هنا مقامها 1 واضرب وسطان في ايه؟ في طرفين. يبقى هنضرب كده 2 في 5 ب10، يبقى السين بس هتساوي 10. طب السين أس 2 يبقى هنربع 10، يبقى إذا هتساوي كام؟ هتساوي 100. 3 أمثال العدد 3 أس 6 يساوي. لما يقول لي 3 أمثال يبقى العدد ده مضروب في 3، يبقى 3 في 3 أس 6. ضرب الأساسات المتشابهة جمع الأسس، هنا في 1 يبقى تساوي 3 أس إيه؟ أس 7، وده جه في المنوفية 2019. 3 أس س زائد 3 أس س زائد 3 أس س يساوي 3 أس نقط. طبعا هنا لما يكون هنا ما ينفعش اجمع الأسس، ليه؟ لأنها جمع. فهنا بنحلها ازاي؟ بناخد 3 أس س عامل مشترك وافتح قوس، هقول فيه وافتح قوس واقسم 3 أس س على 3 أس س فيها الواحد، زائد 3 أس س على 3 أس س فيها الواحد، زائد 3 أس س على 3 أس س فيها الواحد. ونبدأ بقى 3 أس س في 3، 3 أس س في 3. خلاص بقت الأساسات متشابهة، يبقى هنجمع الأسس، يبقى تساوي 3 أس س زائد هنا في ايه؟ 1، يبقى هنا 3 أس س زائد 1. نيجي للمسألة دي. هنا العدد سالب والأس زوجي، يبقى الناتج موجب، يبقى هنربع الواحد بواحد وهنربع الاتنين تبقى ب4 ناقص. هنا العدد سالب والأس فردي، يبقى الناتج سالب، يبقى هنكعب الواحد بسالب 1 على 3 هتبقى بكام؟ ب8. نبدأ كده بقى ايه؟ نشوف سالب في سالب بموجب، يبقى ربع موجب 1 على 8. علشان اجمع هنا لازم اوحد المقامات، يبقى الاتنين دي الاربعة ديت هتتضرب في 2 عشان تبقى كام؟ عشان تبقى 8. يبقى نضرب في 2 بسط ومقام اللي خدناه في الترم الاول، يبقى 2 على 8 زائد 1 على 8، يبقى الناتج 3 على ايه؟ 8. بجمع البسط واخد واحدة من المقام. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، اللي هو اختر، وبرضه كلها مسائل محافظات زي ما انتوا شايفين. سالب 2 على 3 أس 2 تساوي سالب 9 1 على 27 سالب 1 على 27. انت حل المسألة وبعد كده دور على الإجابة في الاختيارات. هنا العدد سالب والأس زوجي، يبقى الناتج موجب. 1 على 2 1 على 3، يبقى الواحد تربيعه 1 والتلاتة تربيعها 9، يبقى اختار موجب 1 على 9. نيجي هنا 2 على 3 الكل أس 3، هتفك الأسس يا باشا. الاتنين مضروبة في نفسها 3 مرات ب8، والتلاتة مضروبة في نفسها 3 مرات ب27، يبقى تساوي 8 على 27. وادور على الاختيار. ضعف العدد يعني معناها العدد مضروب في 2، يبقى 2
في 2 أس 7. ضرب الأساسات المتشابهة جمع الأسس، هنا فيه 1 يبقى 2 أس 8. 2 أس 8. طب فين هنا 2 أس 8؟ 2 أس 14، 4 أس 9، 4 أس كام؟ أس 4. طيب ما في هنا 4 أس 7. طب ما أنا لو خدت 2 من ديت يبقى أصبحت دي كام؟ 4. يعني دي كده بتساوي 2 أس 2. خلاص الكل أس كام؟ أنا خدت من دي 2 يبقى باقي 6. يبقى كده 2 أس 2. طب اقسم بقى 8 على الاتنين فيها كام؟ ال4. يبقى 4 أس ايه؟ 4 أس 4 اللي هي الاختيار ايه؟ الاختيار الأخير. تعالوا نشوف كده ربع العدد 4 أس 15. زي ما قلنا كده يا جماعة بنقسم العدد على 4 يبقى على 4 يبقى تدينا 4 أس 14. 4 أس ايه؟ 14 اللي هو الاختيار ده كده. 1/4 أس 0 زائد 1/4. أي عدد أس 0 ب1 يبقى 1 زائد 1/4 هيديني كام؟ هنا 1 زائد 1/4. نوحد المقامات يبقى ده 4/4. خلاص يبقى 4/4 زائد 1/4. اخد من المقام مقام واجمع يبقى 5 على الايه؟ 5/4. إذا كان أ يساوي ب فإن 3/7 أس أ ناقص ب يساوي. هنا أعوض عن الألف ب1 مثلا، لأن الاتنين أي عددين قد بعض ناقص بعض يديك 0. يبقى إذا ده كله أس 0 اللي هو يديني إيه؟ يديني 1. نكمل أسئلة من المحافظات على الدرس الثاني. أكمل ما يأتي. المعكوس الضربي للعدد ربع أس 2. فك يا باشا كده وبعد كده نجيب لي الناتج المعكوس الضربي اللي هو مقلوبه. 1 تربيعه 1 يبقى 1/16. 4 تربيعها طبعا 16 يعني مضروبة في نفسها. طب لما تجيب لها بقى المعكوس الضربي اللي هو مقلوب العدد يبقى 16/1. يعني المعكوس الضربي هنا كام؟ 16. الشرقية 2017. س تربيع الكل أس 3. الأس ضربه يبقى اديني س أس 6. هنا المسألة التانية. -3/5 أس 7 على -3/5 يساوي نقط. هنا أساسات متشابهة يبقى طرح الأسس. يبقى هناخد من الأساسات أساس ونطرح الأسس. 5 من 7 يديني كام؟ يديني 2. يبقى يساوي -3 مضروب هنا عدد سالب والأس زوجي يبقى الناتج موجب. 3 تربيعها 9 والخمسة تربيعها 25. تلت العدد 3 أس 21 يساوي 9 أس نقط. تعالوا نشوف تلت العدد الأول يعني مقسوم على 3 يبقى تلت العدد هو 3 أس 20. 3 أس ايه؟ 20. طيب تساوي 9. طيب أنا عايز أخلي التلاتة دي 9 يبقى 3 أس 2 ونقسم الأس على الاتنين يبقى أس 10. يبقى هتساوي 9 أس كام؟ أس 10. المسألة اللي بعد كده 27/64 يساوي 3/4 أس كام؟ التلاتة تبقى 27 لو اتضربت في نفسها كم مرة؟ 3 مرات. نفس الكلام ال4 يبقى أس ايه؟ أس 3. تعالوا نشوف السؤال الاختياري وطبعا كل مسائل محافظات. 3 س تربيع الكل أس 2. طبعا التلاتة هنا أس 2 ب9 وأس الأس ضربه س تربيع أس 2 بس أس 4 يبقى 9 س أس 4. 2 أس 3 في 2 أس 5 ضرب الأساسات المتشابهة جمع الأسس يبقى 2 أس 8. إذا كان 25/64 يساوي 5 على 8 أس ن فإن ن. امتى الخمسة دي تبقى 25؟ لو كانت أس 2
والتمانية 64 لو كانت أس 2 يبقى النون بكام؟ ب2. المسألة اللي بعدها 5 س أس 0، وهنا الكل أس 0، وهنا 5 س السين أس 0. هنا القوس أو الأس ده على القاس كله، يبقى القاس كله يساوي 1. لكن هنا الصفر ده على السين بس، يبقى السين هي اللي أس 1، يبقى ده يساوي 5. يبقى هنقول ايه؟ ده 1 أصغر من ال5، هيبقى نختار أصغر من 4 أس 4 زائد 4 أس 4 زائد 4 أس 4 زائد 4 أس 4 يساوي، طبعا هناخد هنا الأربعة عامل مشترك ونفتح قوس، نضرب ونفتح قوس، وكل واحدة هناخد مكانها 1. لما بقسم بيديني ايه؟ 1. يبقى هنا 4 أس 4 في 4 اللي هي ب4 أس كام؟ أس 5. 4 أس 5. نيجي هنا ما لقيتش في الاختيارات 4 أس 5 فيه 2. خلاص. طيب لما جيت كده هنقول الأربعة دي 2 أس 2 وكل أس 5، اضرب الأسس يبقى 2 أس ايه؟ أس 10. يبقى اختار 2 أس ايه؟ 10. 3 على 2 أس 3 على 3 على 2 أس 2. اسمة الأساسات المتشابهة طرح الأسس، يبقى هناخد منهم أساس ونطرح الأسس. 2 من 3 1، يبقى هتساوي 3 على 2.